يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نلتقي بكم من خلال هذا المباشر وعبر حلقة من حلقات برنامج والصلح خير، هذا البرنامج الذي يصلح ذات بينكم، هذا البرنامج الذي هو لكم ومن أجلكم، من أجل إصلاح ذات البين، دائما تحت راية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. نصلح ذات بيننا. كثرت المشاكل والنزاعات والخلافات، ولكنها لن تدوم طويلا، لأن إصلاح ذات البين هو مهمة كل فرد من الأسرة أو كل فرد من المجتمع. نتحدث دائما عن إصلاح ذات البين، نتحدث عن فضل الإصلاح بين الناس من خلال هذا المباشر وعلى مدار ساعة و20 دقيقة. نرحب بكم أوفياء برنامج والصلح خير. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، وتحية طيبة لكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. تحية طيبة أيضا للجالية المسلمة في المهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. أول ما نستأنف به هذه السهرة هو الترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة، الله يسلمك. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، نسأل الله دائما. الحمد لله دكتور. ونعود للترحيب أيضا بالزميلة زينب التي تتواصل معنا عبر هذا اللقاء وهذا البرنامج عن طريق ترجمة اللقاء والمباشر بلغة الإشارة، وتشاهدونها معنا طيلة هذا المباشر. شكرا للزميلة زينب. وأيضا سنفتح بعد معرفة ما حلقة هذه السهرة وبعد النقاش وإثراء في موضوع في غاية الأهمية وغاية الخطورة، أيضا سنفتح أبواب النقاش للاتصال بكم وللاستماع إلى قضاياكم في هذا الموضوع. عنوان الحلقة هو المسؤولية الطبية أو الخطأ الطبي. قبل هذا وذاك نشاهد هذا الفاصل الذي عن طريقه تتواصلون معنا في برنامج والصلح خير. مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. إذن شعار هذا الموسم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا، صدق الله العظيم. ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. قبل بداية البرنامج والنقاش في موضوع المسؤولية الطبية أو الخطأ الطبي وما بعد الخطأ الطبي، علامات استفهام، نحاول استفسار كل هذه الأمور في هذه الحلقة وعرض قضية للخطأ الطبي ستشاهدونها بعد قليل. قبل ذلك في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن الميراث بين الاستحقاق والحرمان، كنا قد صورنا لكم تركة السيدة غنية يمينة عفوا. نحاول إعادة هذا التفسير مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، وسيساعدنا المخرج لإظهار هذه القسمة الشرعية أو الفريضة. تابعوا معنا دكتور. ربما تبدأ نعم. راهي موجودة أمامك. نعم دكتور، بالنسبة لهذه القسمة تفضل. نعم لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كما وعدناكم في لقائنا السابق نبدأ بشرح الفريضة الشرعية لأختنا يمين من العاصمة.
التي قالت أن زوجها مات عام 2013 نعم. تاركا زوجة وهي الأخت يمينة وأما وأبا نعم. وثلاث بنات. وبالنسبة للتركة ترك مسكنا وسيارة ومبلغا ماليا في البنك وكذلك في البيت. في البيت أيضا. نشرح هذه المسألة من خلال هذه الفريضة. أولا الزوجة ترث الثمن. الثمن نعم. لوجود الفرع الوارث، هذا ذكرناه في المرة اللي فاتت نعيده تعميم الفائدة. والأم ترث السدس نعم. لوجود الفرع الوارث أيضا. والأب يرث السدس أيضا لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم. وقد بينا بأن المقصود بالولد لفظ مشترك يشمل الذكر والأنثى معا. ولكن لوجود الفرع الوارث المؤنث فالفريضة تقتضي أن نعطي للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا بقي شيء نعم. في التركة. أما ثلاث بنات عندهم الثلثان 2/3 لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. أكثر من 2 عندهم الثلثان 2/3. إذن هذه هي الأنصبة نتاع الورثة. نعم. طيب ممكن الآن يعني باش المشاهدون يتبعوا يعني باهتمام ممكن الأخ المخرج السيد أحمد نعم. يورينا باش يتبعوها مباشرة. نعم. واحدة. طيب سيدي، إذن كما تلاحظون في على الشاشة نعم. إذن الأنصبة راهم واضحين، اللي راهم في أقصى اليمين هذو ورثة. إذن الزوجة ترث الثمن والأم ترث السدس والأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا وثلاث بنات عندهم الثلثان. الله يبارك. الآن نخرج ما يسمى بالأصل، أصل المسألة. أصل المسألة وهو القاسم المشترك الأصغر بين الثمن والسدس والثلثان هو 24 كما تلاحظون مكتوب 24 يعني في أعلى الصفحة. نعم. في أعلى الصفحة فوق 27 هذيك سأشرحها بعد حين. نعم. إذن الأصل المسألة هو 24. ثمن الزوجة من 24 معنى 3 عدد السهم الزوجة بالنسبة لأصل المسألة اللي هو 24 عندها 3 من أصل 24. نعم. والأم عندها السدس فرضا. السدس فرضا نعم. فقط. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأب عنده السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا بقي شيء. والبنات في 3 عندهم الثلثان. وكي نجمعوا 3 نتاع أسهم الزوجة مع 4 نتاع أسهم الأب و4 نتاع أسهم الأم و16 اللي هو أسهم البنات ثلثي 24 معنا 16. نعم. كي جمعناهم لقينا 27. لاحظوا كتبنا في أسفل الصفحة 27 وأمامها مكتوب ملاحظة عالة المسألة. إذن في المسألة عول. في المسألة عول عالة المسألة. نعم. وقد قلت لك يعني نشرحها وبعدين نعود نشرح أكثر يعني بعد تذكر. نعم. تفضل. عالة المسألة من 24 إلى 27. نعم. إلى 27 قلنا هذا العول يسمى بالمسألة المنبرية. نعم. المسألة المنبرية وقعت أول ما وقعت في عهد علي بن أبي طالب. نعم. بالكوفة. وهو ذاهب إلى خطبتي الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة. سألته امرأة هذا السؤال مات زوجي وترك كذا يعني مسألة تشبه هذه المسألة تماما. نعم. وبإجراء عمليات حسابية في ذهنه رضي الله عنه أجابها من خلال ديباجة الخطبة الأولى. نعم. فمما ورد في هذه الخطبة الأولى الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ولكل امرئ ما يسعى وإليه المآب والرجعة إلى أن قال وصار ثمن الزوجة 9. نعم. يعني كي ناخذوا علاش جاء أعطى هذا الجواب باش يقول 3 من 24 هو الثمن بالنسبة للزوجة ولكن بعد عول المسألة من 24 إلى 27 فصارت الزوجة ترث 3 من أصل 27. نعم. بعد عولها. إذن ف3 من 27 يعتبر تسع
ماهوش الثمن، لم يبقى كما كان الثمن، فأصبح 1/9، لأنه 3 من 27 تساوي 1/9، وصار ثمن الزوجة 9. فاشتهرت هذه المسألة، فصارت تعرف بالمسألة المنبرية التي أجاب عنها الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خلال خطبته الأولى من على منبر الكوفة، فتسمى بالمسألة المنبرية. ولكن المسألة فيها أيضا بعض التفاصيل. حينما نقسم 3 يعني أسهم الزوجة على نفسها، مادام وحدها ما كانش هناك انكسار، يعني عدد الأسهم قابلة لعدد القسم على عدد الرؤوس بلا فاصلة وبلا يعني كسر. وكذلك بالنسبة للأب عنده 4 فقط، ما عندوش هناك فائض، يعني يرث السدس فقط، 4 فقط فقط من أصل 27. وكذلك الأم 4 من أصل 27. وبالنسبة للبنات عندهم 16 من أصل 27. ولكن 16 لا تقبل قسمة على 3. لو كان 15 مقسومة على 3 يساوي 10، يساوي 5. 5 في 3 يساوي 15. 15 مقسومة على 3 يساوي 5. ما كانش هناك فاصلة أو كسر. ولكن 16 مقسومة على 3 يساوي 5 فاصل. وعلم والفرائض لا تقبل هذه الفواصل. نقول بمنطق علم الميراث. لماذا دكتور؟ المسألة فيها انكسار. نقول المسألة فيها انكسار. والمسألة إذا انكسرت تصحح. كما نقولوا في اللغة نتاعنا إذا واحد تكسر بعيد الشر نقولوا يجبر. يجبر نجبروه. طيب احنا أيضا المسألة فيها انكسار، لابد أن تجبر. كيف تجبر؟ في هذه المسألة مادام صار انكسار على مستوى طبقة البنات، نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم وهو 3. فنضربه في 27، يعني في الأصل الذي عالت إليه المسألة. 3 مضروبة في 27 يساوي 81. يعني موجودة في الورقة في على في على الصفحة وفي أقصى اليسار. أقصى اليسار 81. إذن الآن الأصل الجديد الذي نتعامل معه ماهوش 27 ولا 24 ولكنه 81 بعدما انكسرت المسألة وصححناها بضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم هو 3 عند طبقة البنات مضروبة في 27، فالحاصل هو 81. 81 هذا هو أصل المسألة الجديد الذي نتعامل معه والذي نستخرج منه أسهم الورثة. ولكن كيف نستخرجها؟ نضرب عدد الأسهم القديمة المستخرجة من الأصل القديم مضروبة في العدد الذي صحت به المسألة. فنضرب 3 في 3 يساوي 9. ولهذا تسمى بعلم الفرائض دكتور. لهذا تسمى بعلم الفرائض. تدقيق في في الأرقام. فزوجة ترث الآن 3 مضروبة في 3 ترث 9 أسهم من أصل 81. من أصل 81. نعم. والأم ترث 3 في 4. 4 في 3 يساوي 12 من أصل 81. وكذلك الأب يرث 4 في 3 يعني يساوي 12 من أصل 81. أما بالنسبة للبنات يرثنا 16 مضروبة في 3 يساوي 48 من أصل 81. و48 الآن حينما نقسمها على عدد الرؤوس نتاع البنات اللي هو 3 نجد النتيجة بلا فاصلة. 48 مقسومة على 3 يساوي 16. لكل بنت ترث 16 من أصل 81. زال الانكسار وصححت المسألة، وهذا العدد هو الذي يتعامل معه الخبير. الأخت يمين تقول ترك زوجها مسكنا وترك سيارات ومبلغا ماليا في البنك وفي المنزل أيضا. الآن الخبير يقيم المسكن، مثلا إذا كان المسكن يسوى 800 مليون مثلا، السيارات تسوى 200 مليون، هاو مليار. وزائد المبلغ المالي المتروك في البنك ومتروك في البيت أيضا. مجموع المبلغ الإجمالي الذي يمثل التركة الإجمالية يقسم على 81 اللي هو الأصل الجديد الذي نتعامل معه. لماذا؟ لتحصيل قيمة السهم الواحد. إذا كان مثلا
لقينا 50 مليون هو قيمة السهم الواحد. نعم. نضربوا 50 مليون في أسهم كل وارث. الزوجة مثلا 50 مليون مضروبة في 9، لأنه هي عدد الأسهم تاعها 9، نعم. ونخرجوا لها النتيجة. وهكذا نعم. بالنسبة للأم وبالنسبة للأب وبالنسبة لكل بنت. وبعدين كل وارث يرث نصيبه بالتدقيق. نعم. انتهينا من الفريضة وانتهى الخبير من عمله. ولكن ميدانيا قد نجد إشكالا، وهو التخارج. بمعنى نعم. ممكن الزوجة هنا تقترح، تقول أنا أعطيوا لي المسكن وأتنازل عن نصيبي في السيارة وفي المبلغ المالي في الأملاك الأخرى. نعم، في الأملاك الأخرى. هذا جائز. نعم. هذا جائز. نعم. بشرط أن يكون التدقيق، يعني أن يكون التوزيع دقيقا. بمعنى نعم. إذا كان هي مثلا قيمتها 700 مليون اللي يصح لها، ولقينا المسكن يسوى 800 مليون، نقول لها أنت تأخذي المسكن نعم، ولكن أنت مطالبة بتقديم ذلك المبلغ الإضافي اللي هو 100 مليون، تقدميه لمن تصالحت معه في التخارج. طبعا بلا ما ندقق أكثر، اكتفي بهذا باش ما نشوش على السادة المشاهدين، ولكن هذه هي الفريضة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس. بارك الله لأن فيك الفرائض دكتور. ربي قال في القرآن نعم. الكريم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا. بعدين يقول فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وفي بداية الآية 7 من سورة النساء ربي قال مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إلى آخر الآيات. بارك الله فيك دكتور. وهكذا تبقى القسمة الشرعية مدققة ومفصلة، وحذاري لمن أخطأ دكتور. نعم. دائما نعود إلى الشرع عندما نتحدث عن الخلافات والنزاعات. حلقة هذه السهرة هي المسؤولية الطبية أو الخطأ الطبي. نعود إلى فضيلة الدكتور السعيد بوزيري للاستفسار في بعض الأمور في بداية المقدمة. مرحبا بك مجددا دكتور. إذا كم سمعنا قصص مرعبة عن الأخطاء المميتة القاتلة الذي كان ضحيتها مرضى سواء في المستشفيات العامة والخاصة. وفي بداية اللقاء دكتور نحن لسنا في برنامج والصلح خير لإثبات هذا الخطأ الطبي، أو دائما أقول لسنا أمام القضاء، نحن في برنامج والصلح خير نحاول إصلاح ذات البين. إذا دكتور تقع على الطبيب مسؤولية طبية سلوكية بغض النظر عن المسؤولية المهنية التي تقع على عاتق الطبيب. والطبيب في كثير من الأحيان تكون علاقته بينه وبين المريض علاقة فيها الصدق، فيها التضحية، فيها حفظ السر، وفيها أيضا العلاج الحسن، يعني توفير العلاج لهذا المريض. تتحول هذه يعني دكتور العلاقة إلى نفور، إلى ابتزاز، إلى خلاف، وربما في بعض الأحيان تصل إلى المحاكم عندما يتعرض المريض إلى الخطأ الطبي، أليس كذلك؟ السؤال دكتور، صور المسؤولية الطبية أو الخطأ الطبي هل ممكن أن نتعرف عليها من خلال هذه البداية حتى نفهم يعني جيدا، ويفهم المشاهد الكريم أيضا ما معنى المسؤولية الطبية والخطأ الطبي، وكيف نصلح ذات البين عندما يقع هذا الخلاف بين الطبيب وبين المريض، أو بين المستشفى وبين المريض، أو بين المستشفى وأهل المريض الذي ربما قد توفي أو ربما ما زال مريضا حتى الآن. تفضل دكتور. الفضل. سؤال مهم. الجواب أولا سادتي الأفاضل، توجهوا بالدعاء الخالص لجميع الأطباء والممرضين والممرضات والطبيبات والسلك الطبي نعم. بجميع أشكاله وصوره. توجهوا بالدعاء الخالص وبالتحيات المباركات، ونقول لهم جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمون نعم. من خدمة طبية جليلة للمرضى. ما كاينش هناك حاجة أغلى من صحة الإنسان. نعم دكتور. نتصور مريضا يذهب إلى المستشفى وهو يشكو من مرضه ويتألم، وهو ينتظر المعاملة الطيبة، ينتظر الاستقبال الحسن، ينتظر الخدمة الطبية الموافقة للأصول الشرعية الطبية القانونية الفنية. هذا كله منتظر.
بعدما وجهت تحياتي ودعائي لكل الأطباء والطبيبات وجميع السلك الطبي، نعم. الآن نوسع صدورنا باش نتكلموا على الجانب الآخر. نعم. الجانب الآخر حيث يحصل هناك نزاع بسبب وقوع الطبيب في خطأ طبي نعم. فيتحمل مسؤوليته. أحاول أن أختصر هذا الموضوع الكبير في شكل رسائل سريعة ومهمة. نعم دكتور. الرسالة الأولى أبدأها بقوله تعالى في القرآن الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الطبيب الذي يبذل قصارى جهده من أجل خدمة المريض لا شك أنه سيفرح حينما يغادر هذا المريض ذلك المستشفى أو تلك العيادة الطبية العامة أو الخاصة وفي غاية الصحة وقد ألبسه الله ثوب الصحة والعافية، فيرتاح الطبيب ويسعد المريض ويسعد أهله وأقاربه. نعم. أليس كذلك؟ نعم. ولكن أحيانا يقع بعض الأطباء في أخطاء طبية فادحة. قبل أن نذكر بعض صور الخطأ الطبي إجابة عن سؤالكم أختي نجاة، لابد أن نبين في البداية بأن الشريعة الإسلامية قررت جملة من المقررات، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرر. نعم. هناك قاعدة فقهية جليلة وجميلة: الضرر يزال. الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. ثم أنه قد تبين لنا في حضارتنا الإسلامية المشرقة ألوانا من الرعاية الطبية الراقية من قبل الأطباء للمرضى، والوقت لا يسمح للتفصيل في هذا الموضوع. هناك حضارة إسلامية مشرقة ولكن يمكن الإشارة إلى ذلك. نعم، أطباؤنا حين نتذكر الرازي وابن سينا يعني علماء كبار سجلوا بصماتهم، تركوا بصماتهم النيرة في دنيا الطب وفي مجال خدمة الصحة في مجال خدمة المرضى. نعم. وقد أثبت التاريخ أن هؤلاء العلماء هؤلاء الأطباء قد كانوا حريصين أشد الحرص على رعاية الأصول الطبية الفنية في العلاج، وكذلك الأصول الأخلاقية التربوية. يعني جمعوا بين الطب والأخلاق. ومن الأسئلة نطرحها في بداية لقاء اليوم: هل واكبت الأخلاقيات تقنيات الطب؟ التقنيات الطبية متطورة جدا، وفي كل يوم يشهد العالم تطورا مذهلا في مجال الطب. ولكن السؤال مطروح: هل رافقت الأخلاق والقيم لفالور هل رافقت هذا التطور الهائل التقني؟ الجواب لا. هناك حالات مشرقة يقينا، ولكن في مثل هذه اللقاءات نسلط الضوء الكاشف على الجانب السلبي، على مواطن الخلل. فلا بد أن نطرح هذه المسائل، لأنه كثيرا ما كانت الأخطاء الطبية سببا لنزاعات كثيرة وصلت إلى أروقة المحاكم وهي كثيرة وتعد بالآلاف. ثم أن الضرر من ناحية القانونية ذكر من ناحية الشرعية. من ناحية القانونية أكتفي بذكر مادة أو مادتين، مثلا في القانون المدني الجزائري وبالذات في المادة 124 مما أكدت عليه هذه المادة أن من كان سببا في ارتكاب خطأ وهذا الخطأ أدى إلى وقوع ضرر وجب عليه، يعني وجبت عليه مسؤولية مدنية وهي مسؤولية التعويض، أن يعوض وأن يجبر ذلك الضرر الذي حصل. هذا بالنسبة للمادة 124. وفي المادة 126 تنص المشرع الجزائري على حالة تعدد المسؤولين على الخطأ، لأنه أحيانا حتى الخطأ الطبي ما يديروش واحد، ممكن طبيب مع الممرض يشاركوا جميعا. فإذا طبعا هذه القاعدة القانونية في المادة 126 من القانون المدني هي قاعدة عامة ومجردة لا تنص على الخطأ الطبي، ولكن تشمل جميع الأخطاء التي تؤدي إلى وقوع ضرر. فإذا تعدد المسؤولون عن الخطأ وقد ترتب عن ذلك الخطأ أضرار بالغير يتحمل هؤلاء المسؤولون مسؤولية تضامنية
بالتساوي. نعم. ولكن المشرع الجزائري قال لك إلا إذا عين، مثلا إذا تعلق الأمر بالخطأ الطبي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل مسؤول. نعم. فهنا كل واحد يتحمل المسؤولية بقدر خطئه. هذه بالنسبة للقواعد العامة التي تضبط هذا الموضوع في مجال القانون أو التقنين المدني. أعود الآن إلى الخطأ الطبي. صور الخطأ الطبي كثيرة، وهذه الأخطاء قد ترتب مسؤولية مدنية نعم. وقد ترتب مسؤولية جنائية. نعم. وربما السادة المشاهدين يشاركوا معنا في بيان هذا الموضوع في الاستفسار فنضيف معلومات أخرى. فأقول صور الخطأ الطبي كثيرة، منها الصورة الأولى امتناع الطبيب عن تقديم العلاج المناسب للمريض، خاصة إذا كان المريض في حالة خطر، فهذه صورة من صور الخطأ الطبي. وهناك صورة أخرى، عدم حصول الطبيب على رضا المريض إذا نعم. تعلق الأمر بإجراء عملية جراحية معقدة. نعم. لابد للطبيب أن يستشير المريض أو من أهلهم القانون للإبداء برأيهم في الموضوع. فإذا لم يتحصل الطبيب على موافقة المريض كما نص القانون، مثلا في أدبيات القانون الجزائري مدونة أخلاقيات الطب الجزائر تنص حصل المادة 44 وغيرها، تنص على ضرورة الحصول على موافقة المريض الحرة المتبصرة. يعني موافقة حرة، يعني بلا إكراه بلا إضغاط، وموافقة متبصرة. ما معنى هذا؟ معنى الطبيب لابد أن يعلم المريض بالأخطار المنتظرة المتوقعة، لو ريسك. قال ندير لك لوبيراسيون، ندير لك عملية جراحية، ولكن ممكن يصير كذا وكذا وكذا وكذا. يكون واضح ومسؤول. نعم. لذلك المريض لازم يعطي الموافقة نتاعو موافقة حرة ومتبصرة، ماشي هكذا موافقة برك عادية، لا، لازم يكون عن علم. إذن هذه صورة من صور الخطأ الطبي. إذا كان طبيب لم يعلم ذلك المريض أو لم يتحصل على موافقته الحرة المتبصرة، يعتبر ذلك خطأ طبي. يكون مسؤولا عن النتائج التي تترتب عن ذلك. وهناك أيضا صورة أخرى وهي مهمة جدا، وهي الخطأ في وصف الدواء. الخطأ في وصف الدواء. نعم. لأن الطبيب لابد أن يجتهد في التشخيص. نفتح قوس هنا، الخطأ في التشخيص مهم جدا، الاجتهاد في التشخيص. نعم دكتور. هو الطبيب يجتهد في بذل عناية. نعم. ولا يلزم بتحقيق غاية. نعرفوا كم الأطباء كيروحوا يداويوا المريض، يديروا له دياغنوستيك، يديروا له كاع الفحوصات يعني اللازمة والأشعة وكذا وكذا، وبعدين يديروا له لوردونونس، يديروا له الوصفة الطبية. يقول روح جيب هذا الدواء وإن شاء الله يقول ربي يجيب الشفاء. أليس كذا؟ لأن الشفاء مش في يد المريض، الشفاء في يد ربي سبحانه عز وجل. لذلك الطبيب الذكي الحاذق المؤمن يقول للمريض ربي يجيب الشفاء. ولكن اسمح لي أيها الطبيب المحترم أن تخطئ في وصف الدواء. تعطي له الدواء غير مناسب، فهذا خطير جدا. نعم. لأن المشرع الجزائري مثلا في المادة 407 في القانون ينص على ضرورة احترام بعض الأصول الطبية حتى في وصف الدواء. مثلا إذا كان الطبيب أعطى دواء ولم يراعي ما يسمى بالآثار الجانبية الضارة، ليزيفي سكوندير، ما راعاش هذه الامور، لانه الطبيب هو اللي راعيها، المريض ما يعرفش بطبيعه الحال. نعم. احنا اي واحد نروحوا مرضى الاطباء دول يعطونا نشربوه، اليس كذلك؟ نعم. ونقولوا وكاين مثل يقول لك ما تعرفش خير من الطبيب، ما يعرفش خير من الطبيب، تبع الوصفه تاع الطبيب. نعم. لذلك الطبيب اذا اخطا في وصف الدواء يعطي الدواء الذي لا يناسب المريض او يناسب المرض، وكذلك يعطي الدواء الذي لا يراعي فيه تلك الجوانب الجانبيه والاثار الجانبيه الضاره. أيضا يتحمل مسؤولية. وهناك صورة أخرى وهو إفشاء السر المهني، لأنه ذكرتي في المقدمة بارك الله فيك. الطبيب لابد
عليه أن يراعي السر المهني. نعم. ما يكشفش أمراض الناس، ماشي في كل ما يخرج يقول لهم اليوم دويت فلان وبالأسماء والصفات وكذا وعنده مرض كذا وكذا مرض خطير. لا، هذه مسؤولية، تحمل مسؤولية مدنية وقد تصبح مسؤولية جنائية. أكتفي بهذا البيان باش نقول بلي الشريعة والقانون كلاهما يؤكد على مسؤولية الطبيب، ولكن لا يمكن نتحدث عن المسؤولية إلا إذا ثبتت فعلا. نعم. ويمكن إثبات تلك المسؤولية أو ذلك الخطأ الطبي أو تلك المسؤولية الطبية بجميع وسائل الإثبات. نعم، شكرا دكتور. هكذا نكون قد استمعنا إلى مقدمة برنامج الصلح خير من طرف فضيلة الدكتور سعيد بوزيري، حتى يتسنى لنا الأمر أن نفهم ما هي المسؤولية الطبية وما هو الخطأ الطبي. إذا دائما في برنامج الصلح خير نعرض عليكم حالات. هذه المرة ستشاهدون في ركن نزوركم في بيوتكم حالة السيد محمد الذي تعرض في 1992 إلى عملية جراحية بعد 18 سنة في 2010 بعد أن خضع إلى التشخيص من طرف طبيب عام يخبره الطبيب بأنه كان هناك خطأ طبي في 1992. وستشاهدون قصة محمد وسنتعرف عن صورة من صور الخطأ الطبي الذي تعرض إليه محمد، وحتى الآن لم يرفع دعوى قضائية. هو هكذا في بيته. نكتشف محمد في ركن نزوركم في بيوتكم. أنت الرابع. السلام عليكم. أهلا. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل. وجهتنا كانت منزل محمد الذي فقد بصره منذ عامين، هو ضحية من ضحايا الأخطاء الطبية. مهما يحصل سامح واصفح. حينما يشتد الألم وينهار الجسد تأتي زيارة المريض لتخفف عليه الآلام وتجلب إليه السعادة والاطمئنان. سيدي الشرف باش راكم زرتوني للدار تاعي البويه بيتي. هذا راه يعني راهي حاجه واحده اخرى. أشعر بسعادة غامرة تملأ حنايا فؤادي حينما ييسر الله عز وجل زيارة الحالات التي مرت عبر البرنامج مع فريق برنامج والصلح خير. وازدادت سعادتي حينما رأيت تلك المشاعر الفياضة التي يحملها أخي محمد في قلبه تجاه والدته. أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر. سامح. فقدت البصر نتاعك منذ عامين، وأولا ربي يجازيك خير على صبرك واحتسابك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هكذا قال ربي سبحانه في القرآن. ربي يعطي الأجر بلا حساب للصابرين المحتسبين. ممكن تحكي لنا يعني حكاية فقدانك للبصر؟ أنا كنت نشوف. نعم. كنت نمشي يعني نخدم سوق السيارة، عندي رخصة سياقة، أنا كنت يعني لاباس بيا الحمد لله. ولكن البصر الوقت اللي ضيعته درت عمليات جراحية في البطن نتاعي. نعم. صار معي خطأ طبي. نساولي نقولوا مثلا رونديلا فكري التفحوصات اللي كنت نروح لها للاطباء ويفحصوني وكذا، ما كاش منهم طبيب يعني دوموند لي اشعه يفحصني بالسماعه نتاعو، يقول لي لا ما عندك والو، اسطر يعطيني وصفه تاع دواء نشري الدواء هذا. المده تاع الدواء اللي نستعملو الالم يكون ناقص،
لكن بعد اللي يخلص الدواء تعاود العمليه ترجع نفسها. من جديد. نعاود نرجع للطبيب. كاين بعض الاسابيع اللي نروح 2 خطرات 3 خطرات للطبيب. المده هذه قعدت 18 سنه. 18 سنه جوزت راديو. هذاك اللي جوز لي الراديو قال لي رانا صبنا احنا في الاشعه عندنا رونديلا راهي كرشتها. نعم. منين جات هذه؟ قال لي هي الداخل. قال لي واش من كش ما درت عمليه؟ قلت له درت عمليه واحده في 2992 وحنا 1992 وحنا الوقت اللي عقبت الاشعه باش يعني اكتشفنا هذيك الرونديلا هذيك في 2010. طبعا لنا ثقة كاملة في أطبائنا ولكن لا بد من مراعاة الأصول. زيارة إلى البقاع المقدسة كانت علاجا وغذاء روحيا بالنسبة لمحمد ووالدته. نشوف أنني حابة نروح ندي محمد. لا تعرفوه ساعدوني نهضر معاه ونوجد روحي. لا ما تقدروش ما نقول له ما نشوق روحي. جيت قلت له قال لي ما روحي تيا وروحي زوري وروحي. قلت له انا ماشي انا حبيتك انت تروح زور معايا وروح انا معك. لما تروحش تا ما نروحش. ومن بعد كي سهلت تقضينا المكتوب اللي كتبه ربي ووجدت روحي ورحنا تما وين نقدر انا نساعدو وين وليد عمتو يساعدوه. سيد محمد، الأم الوالدة تاعك داتك للعمرة وزرت البقاع المقدسة، كيفاش كان الشعور تاعك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعور تاعي الاخت انسان يعني مهما كنت توصفيه ما يتوصفش. قلت لي انا راني ماشيه على جالك. قلبك يصفو سامح أنت الراحل. إذن هكذا كانت قصة محمد الذي فقد البصر منذ عامين، وكان السبب هو الخطأ الطبي الذي اكتشف هذا الخطأ في 2010، وقد وجد قطعة من الحديد الطبيب في جسمه منذ 18 سنة. نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري لنرى في هذه القضية عند زيارتنا إلى محمد دكتور في إطار نزوركم في بيوتكم بعد إجراء هذا الروبورتاج. لم يقل محمد أنه أراد أن يرفع دعوى قضائية ضد المؤسسة أو ضد الطبيب الذي دله العملية الجراحية، رغم أن دكتور الإحصائيات 2015 تقول 40% من الضحايا يرفضون اللجوء إلى المحاكم. هذه إحصائيات 2015، والسبب غياب قانون يحميهم من هذا الضرر. هل هذا صحيح أم لا؟ وهناك أخطاء طبية هزت الرأي العام، ولكن يعني وهذه القضايا كلها أمام المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية. دائما أقول نحن لسنا الآن في برنامج لإثبات الخطأ الطبي ولسنا أمام القضاء، ولكن في برنامج والصلح خير مثل محمد يعني كثيرون. دكتور، كيف نصلح هذا الألم الذي ما زال بداخل محمد وهو فقد البصر منذ عامين جراء هذا الخطأ الطبي؟ في برنامج والصلح خير. تفضل دكتور. قبل ذلك دكتور أذكر بالأرقام الهاتفية، نفتح الحوار، أبواب الحوار معكم. تشاهدون الأرقام الهاتفية في أسفل الشاشة 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00 213. شعار هذا الموسم ولا تنازعوا. تفضل فضيلة الدكتور. لك الفضل نجاة. طبعا أمر مؤلم حينما نرى حالة كحالة الأخ محمد. نعم. وهو ضحية خطأ طبي. نعم. خطأ طبي ثابت، والإحصاءات في الحقيقة مخيفة. نعم. بقدر ما نثمن
الوجه المشرق في السلك الطبي، نعم. الخدمة الطبية الراقية، ولكن في الوقت نفسه لابد أن نتصالح مع الله أولا، نعم. ونتصالح مع شريعة الله عز وجل التي تأمرنا بالعمل والعمل المتقن وبمراعاة الأصول. وقد وردت حكمة بالغة مفادها لكل أمر أصول، نعم. من ضيع الأصول حرم الوصول. تعلق الأمر بالطب أو بالعمران أو بالفلاحة أو بأي مجال من مجالات الحياة. ثم أن هذه الأخطاء الطبية الكثيرة للأسف أدت إلى اتساع دائرة الضحايا. هناك من فقد بصره، هناك من فقد عضوا من أعضاء جسمه، لذلك نرفع أصواتنا عالية نقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل. أولا خافوا ربي، وراكم تقدموا خدمة جليلة، وأنتم يعني مشرفون بخدمة المريض وبإسعاده وبإسعاد أسرته وبإسعاد الناس جميعا الذين يلجؤون إلى هذه العيادات وإلى المؤسسات العمومية الاستشفائية وغيرها. لابد من مراعاة الأصول الشرعية والأصول الفنية. هناك مكالمة دكتور. هناك تساؤل من سهام سنعود إليها بعد قليل. نأخذ أول اتصال من السيدة آية من العاصمة. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك آية في برنامج والصلح خير. حلقة اليوم المسؤولية الطبية أو الخطأ الطبي. عندك قضية أو انشغال آية؟ أنا عندي قضية تاع الشراع كما بديتو مع هذيك أمينة بحال هي القسمة الشرعية الفريضة. تفضلي. نعم نحن نستمع. نعم بصح أنا حبيت نهضر مع سعيد بوزري بالقضية. تفضلي. مرحبا بك. تفضلي. القسمة. نعم. السلام عليكم سعيد بوزري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبغى يدينا تقصي فني تجيب لنا بكاف وسماتنا يندينا. نعم. أخطر تولن كين يموتوا مغارب. يموتوا مغارم. جاتين يربيبن. مال يموتوا مغارم؟ يموت 2010 يجات سينيور فيفن. سينيور فيفن ديجا كنت غاية في الدريا. نعم. الو مي ديجا سينيور فيفن بحال تقصي تاكينو والهار بحال تاكي تهضر ذاك في يمينه. نعم. يجد طوموبيل يجد يدري من دي بانكا يجد كالي يجد خام ديال الجزائر. بيت في الجزائر. نعم. أنا نفهموا عليك آية. نعم. يجد خام ديال الجزائر توران كيلي وليد بوين خمن الفريضة والله ما حضيرة. نعم. ما ننسل الفريضة وبعد سميد يوساليك سبيرا دي فرق سامور ودي قلارة الجزائر. لابارتمان الجزائر وتيدي قلارة. نعم. يخدم كان حدود الوكال الوخام. اسمي فرقا تورم تفهمنا لا وراش بغانا ديك سنة خام ديال الجزائر. نعم. توران كيني خدمة نياك نقاني رومينا لاميام نغا تاوي تامور تاوي ساكال. نعم. لا إلا خاما كاين الجزائر جتيتين كيلي. تورا يوني بغات يزنز يوني بغات يزغيلي. نعم. تورا كتمثلتي وسن دي 5 سنين ياكي اون 2017 في الفريضة 2019 وغايز توزن تلمد الشرع. في وزارة الشرع. في وزارة الشرع تورا يوقات يخدم تورا لافوكاينو غير كذا عاوزة. الشرع أفخم كاين الجزائر. نعم. فهم ذاك. فما واضح دكتور. سؤال ربما آية يسألك دكتور. تفضلي. آية. يوسم تمساش ذا غنية. نعم. معلش كملي. يوسم تمساش كي. نعم. غادي يتسقسير. ضاك مسقسير. ترى ماذا قبل نيرفي فناكينام باش تفروث مسال تاكيس الخير خاطر تدويل تاكيس ميس وصلح خير ماذا قبل تفروس الخير يسهل الحال. ذايني بغي غاد روح بالك ريدين هذاك. مالا التليفوني وثمثنا ذيهين
ان شاء الله تسوي غا البيرو كارتيزي وزو مرحبا العسل. لي سيكريتير ني ما قانت ياقص الرونديفو والله شحال هي واحد قريب شهرين ماشي في كان تيدير الرونديفو معليش اللي انت خدمت تزمر سنتا وانت كتزري دي سوالان. نبغي غير نروح هاك زرع بيرسونيل ديالنا. مرحبا على السلامه جد تليفوني ما بدا نسيول. تترك تليفونها. مرحبا على السلامه. شكرا آية. يوم كانت تمشات في السريكان نجدي مشكله اخرى تركه جد مشكله ديال الهرسان ديال القرن ربي يستر والهرسان ديال القرن ما تفرع ربي ان يستر شاء الله تفرق آية. من يموت ان شاء جدين الله امين يا اختي نجاة ان شاء الله تفضلي آية انا نسمع. من يموت جدين درسنا تمثالينا تمثالتاكي نجدي جد تريكا جدها من بابها ولا من يما دكتور؟ جد 7 وراش 7 وراش. آية جدك من الأم ولا من الأب؟ انا جدي تاع الاب تاع الأب. طيب كملي رانا نسمعوا فيك. نعم. ومن بعد ملي جات 7 وراش الله يبارك. 4 ولات الله يبارك. ثورة 3 ولا سموزن تقول ديوت الريش يقول نسي ثورة غام قران النين دي العمومي ايقر من بويسام طوتاكين سنتاعي وسنعمتي تاعي بانت. نعم. إني سبازة وين يكون وسمايا تاعي بانت هي ويثاموس يعني أي ما تموت. نعم. ملا سمي تموت ومن بعد نفرق. عمي يجي كرت اسمي ديكري وثق ثمور شحال من سنه. نعم. ماشي 40 سنه ولا 50 سنه. نعم. ايوا في تكون كاد زيتي كل شيء هسا كيمي قموت بزاف زعما سميت كنرشط من الزيت. هاي قال ثمور نول تمزع. ثمور مقله او تما مادام تفاصيل. انا مزردي لهنا اسمحي ان شاء الله يكون نبغي غير زرع ماذا بيا ان شاء الله ان شاء الله. في وزاره اون جوستيس تاقول بضرر القضاء او في وزاره بضرر الحمد لله لم تقول في وزاره القضاء خلاص اتصل دولت ما تصلي ثريريث نجي التليفوني مثل نغذيه. ثورة جات نمر التليفون. خلي رقم تليفونك آية. شكرا من العاصمة. بالنسبة للسؤال الأول والثاني غنية من العاصمة تنتظر أيضا. السلام عليكم أخت غنية. عليكم السلام نجاة. مرحبا بك في برنامج الصلح خير. ميرسي بوكو. العفو. نجاة. السلام عليكم. مساء الخير دكتور بويزيد. مساء الخير. مرحبا بك. غنية رانا نتكلموا على الخطأ الطبي. راني حاسة السؤال ما حسيت بلي سؤال ماشي على الخطأ الطبي ولكن هناك انشغال. نعم نحاول أن أن نعرض المشاكل التي تتعلق بالخطأ الطبي ولكن لا علينا نستقبل المكالمة تاعك واللي راهم يتصلوا بنا حاولوا نتقيدوا بالموضوع باش نفهموا القضايا اللي راهي في نفس الوتيرة كما قضية السيد محمد. تفضلي غنية من العاصمة. يسلمك مرحبا. نعم ما انا على بالي غنية فكرتك. وي اكسكوزي موا جو سي على بالي. عرضتي القضية كيفاش الأمور تصالحتي راح لك الزعاف هذاك تاع الأيامات اللي فاتوا. اون ايفيرفيسونس مازال لك. او كونترير او كونترير. نعم. البنية مازال يكمل في العمران. انا غير في جوكسي دو لا كوك دالجي. طيب غنية باش ما نطولوش على الناس اللي راهم مازال يكمل اللي طرفوا هذاك الأخت غنية مازال. وي مازالوا. ما حبش غنية. même la cour d'Alger est en leur faveur هاد الخطرة. نعم. Il y a un arrêt de la cour d'Alger. Un arrêt de la cour d'Alger. واش فيه l'arrêt هذا؟ En leur faveur. En leur faveur. En leur faveur. Alors je crois savoir que l'affaire du Conseil d'État est à l'étude actuellement. نعم. نعم. يسمحوا les gens qui sont intègres. نعم نحن نستقبل المكالمات تكلمي رانا نسمعوا فيك. نعم. Alors j'ai appelé depuis plusieurs semaines. J'appelle, je n'ai pas pu vous avoir. نعم. Docteur Bouizé, est-ce que Maître Belkhaïd, l'expert, نعم. est-ce qu'il est d'Alger ou de Tizi? J'aurais aimé avoir son numéro de téléphone ou son adresse. طيب سيدة غنية من العاصمة السيد بالقايد اللي كان معنا في البرنامج. Oui.
سنحاول أن نوفيك بالرقم التليفون تاعو ليكسبير جوديسيير اللي حضر معنا في الكثير من القضايا اللي كان فيها خلاف ونزاع. خلي رقم التليفون تاعك نعطوك الرقم التليفون تاعو هو. على كل حال التليفون موجود وهو مبرمج، يعني مبرمج باش يأتي لهناك. طيب الدكتور يقول لك راهو مبرمج باش يجيك سيغ بلاس. سأفيدها إن شاء الله. شكرا سيدة غنية من العاصمة. أم عماد من العاصمة، ملاحظة فقط رجاء وليس أمرا للمساءلات ربما اللي ما عندهاش علاقة بالموضوع خلوها المسائل أخرى والمواضيع أخرى. نحن نرحب بكم، مرحبا بكم، نستمع إليكم، نحاول إصلاح ذات البين، ولكن حتى لا تبقى المساءلات هكذا في الانتظار. أم عماد من أين سعيد؟ العاصمة. أم عماد من العاصمة، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك أم عماد. مرحبا يا أختي. أم عماد ما راش نسمعوا فيك مليح، نقصي التلفزيون نقصي له نهائيا باش نسمعوك مليح. نعم مرحبا بك. السلام عليكم أختي الكريمة. تفضلي. الصوت رديء، الصوت رديء يا أم عماد. راكي بالهاتف النقال ولا بالثابت؟ بالهاتف النقال. نعم راني بالهاتف النقال. طيب هكا اقعدي في بلاصتك ما تتحركيش، هكا نسمع فيك. السلام عليكم أم عماد. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مرحبا بك. نعم نشكركم كثيرا على هذا الحصة. شكرا. والأخت أنا اللي اتصلت بكم في الحصة الماضية. الحصة الماضية حول ماذا؟ ولكن قلت لي بلي خلص الحصة وانا عندي نزاع مع الجار. قلت لكم فاتح عليا مطلات وراه حاكم عليا باش يهدم لي الحيط. تاع محتاجه بس الميراث بين الاستحقاق والحرمان. نعم وراه غير يطلع قلتي. لا فاتح عليا مطلات. فاتح عليك مطلات. نعم. ومن بعد انا طلعت الحائط. نعم. بس نغلق هذيك المطلات دار بيا دعوه في المحكمه، وبعد تحت الخبير دخل معاه في المتاهات، دخل في التواطؤ معاه، وبعد دركا زادوا لي في المساحه تاع الطول، وجا يدير لي 14 62 اللي هو الطول تاع القطعه سعيده اللي 15 25. نعم. والان راهم حاكميني باش يهدموا لي ونعوض. نعم. نعوض ظلما لان هذيك 25 سنتيمتر راها داتها لي، اضربها 12 طول الحائط تعطيك 3 متر مربع، قالك تعوضي ب 15 مليون. نعم. وتزيدي تهدمي الحائط اللي بنيتيه. نعم تعويض ظلما يعني. على بالك انا ما بين الغرامه الماليه الدربيه غرامه ماليه كيما التفتيش، وبكره يحوس يجيب القوه العموميه. طيب. ولا راني ننتظر في اقرب وقت اتصلوا بيا من فضلكم جزاكم الله خير. باش نتصلوا بك أم عماد ما تركتيش رقم التليفون تاعك، تركي رقم التليفون تاعك، سنتصل بك مباشرة بعد نهاية البرنامج للنظر في هذه القضية. في المرة الماضية خليت الرقم لازم يكون بالتدقيق باش ما يغلطوش. بالتدقيق لأنه في بعض الأحيان نتصل بصاحب القضية نلقاوه يا إما مغلوق يا إما يتكلم. في المرة الماضية استنيتكم وانا استنيتكم واحد الساعة. اتصلنا بك سيدة أم عماد من العاصمة بالنسبة لهذا الإشكال. طيب لا علينا، عاودي خلي رقم التليفون بالتدقيق. وقتاش قالوا لك وقتاش يحضروا القوى العمومية يا أخت أم عماد؟ قريبا قالت قطعت المكالمة. المكالمة. طيب معليش، إذا كان خلت رقم تليفونها أم عماد من العاصمة نحاول أن نتصل بها بعد نهاية البرنامج، وممكن ربما دكتور تستفسر لأنه راهي منرفزة، قالت لك تعويض ظلما. طيب هناك اتصال آخر حتى نرى في القضايا الأخرى. سعيد. ألو. سليمة من العاصمة. سليم أو إيمان؟ اسمع. من دية. سليم أو سليمة من؟ سليمة من دية. نسمع في صوت رجل. سليمة من المدية. نعم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم سليمة.
السلام. سليمة، كان الخط رديء لأنه أحد التقنيين وضح لي الأمور. طيب ممكن تنقصي للتلفزيون مباشرة باش نسمعوكم مليح عند اتصالكم. نقصوا التلفزيون مباشرة باش نسمعوكم مليح هكذا، وما نشوشوش على التقنيين لأنه الأمر ليس بالسهل لإيصال كل هذه المكالمات. سليمة من المدية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي سليمة، مرحبا بك من المدية. نعم. درتوا راكم تتكلموا عن الأخطاء الطبية. نعم، الأخطاء الطبية سليمة. نعم. أنا زوجي منذ سنين في 2000 داروا له هنا في المدية، دخلناه إيرجونس، داروا له العملية. نعم. حول ماذا؟ عملية جراحية؟ في العملية الثانية كان طبيب من هذا من المدية هو اللي باش عاود القالوا صاروا مع بعضهم بعض. نسالوا الكومبريس، نساو الكومبريس في البطن تاعو. نعم. من فيفري، من جونفي حتى لابريل، وحنا شوفي 3 ايام 4 ايام. جونفي فيفري مارس افريل 4 شهور. وهو هذاك الكومبريس. طيب هو هذاك الكومبريس يخدم له. طيب سليمة، خضع دار دي راديو باش يشوف من وين جه السطر ولا اكتشفوا هكذاك عشوائيا؟ هو كيتقن من العملية ولا يقول لنا عندي الحريق، عنده عندي نحس بالتريتيتي في قلب مضرب العملية. وكي قلت انايا كان هو في الارجاع في الواسمو، كي وليت نحكم انا الممرضين ونقول لهم، يقولوا لي مدام ما تقوليش نسينا له مقص ولا حاجه. مده 3 شهور. نعم. 3 شهور وهو شوفي تعرفي ولا ما بين الموت والحياه. نعم. جينا دخلنا ثاني، عاودنا للسبيطار. نعم. هذه طبيبه الله يعطيها كل خير، للان نتفكرها. دخلت ولجيت مرضى الصدر، ولا جهل ما في ظهره. نعم. دارت له احنا نقولوا الوسائل، اعتنات به، والتالي قالت لي كاين خلل في العمليه. نعم. قالت لي كاين خلل في العمليه. في العمليه. نعم. ولينا نجريو في جرة هذاك الطبيب غير باش يعطينا ورقه باش نديوه للبليده، نديروا له راديو، ما حبش يعطيها لنا. الطبيب اللي دار له العمليه. الطبيب في المدية، وذوك راهو في البروادية ما نذكرش اسمه. نعم. احسن. نعم. من بعد جاء طبيب واحد اخر طعنا هذا البرجه باش ديناه للبليده. كي ديناه للبليده صابوا له ولاد في العمليه، هذاك الكومبريس كان مغلف بالدم، ما شافوهش. نعم. ما قدروش يشوفوه. نعم. من بعد دينا، ومن بعد ولات حالته خطيره، ما تقدريش تعرفي كيفاه. دينا للجزائر. نعم. دانا واحد من بني عمو داه لا كلينيك في الجزائر، وطبيب ثاني ما شاء الله دار له العمليه. كعادوا باش تخلي لا كلينيك تمتم يديروا العمليه، وصابوه مضروب باش يخرجوا هذاك الفاكتور اكستيريور. واش يصابوا عنده؟ نعم. نحالوا الكومبريس. نعم. في غدا من هذاك رحنا نطلعوا عليه، قالوا له مالك كي رحنا ليه نطلعوا عليه، جبد لنا الورقه تاع هذيك القرعه اللي داير فيها الكومبريس وداير فيها هذاك الشيء. نعم. قالنا هاهي وين راهي، اديوها عيروها، وراني ذوك صبنا هذا هو اللي راهو كان داير له هذاك المرض وداير له ذاك السطر وكل. نعم. كومبريس الداخلي. وعيرتوها سيدة سليمة؟ عيرتوها هذيك بن عمو داها من الجزائر وعيرناها. الو. نعم. داها هذاك بن عمو للجزائر، الحمد لله ما صابش فيها كاش مرض. الحمد لله. ومن بعد روحي بشوي سفرة شهور باش احنا نقولوا توسلوا جرح هذاك وباه بدا يصيد روحه وكل بعد شهور. سليمة نعم من المدية، ما رفعتوش دعوى قضائية ضد هذا الطبيب؟ راني جاياتك من بعد كيزن على مولاديتي ولا غير يقدر يمشي، راح ليه للعياده نتاعو. راح ليه. نعم. واش قال له الطبيب؟ هذا قال له شوف
الو قال له شوف، قال له واش تظن في هذا الورق؟ لاحظت التقرير تاع الطبيب هنا راهو للان عندنا. نعم. التقرير هذا قال له واش تعرف في هذا الوصف؟ خضر في الورق هكذا. قال له واش نقول لك؟ قال له نقدر نقول لك دزي معاهم، لاحظت كان خلص في العمليه، كان هو المستشفى نتاعنا يديروا فيه العمليات وبصح يخلصوا الاطباء. نعم نعم. وهي على قد الدوله هذا الواسمه قال له دز معاهم. انا لك ولادتي زوجي في ذاك الوقت ما قدرش وراح للقضاء. نعم. وكي راح للقضاء قال له ديك الاولى ما طلبش منه السماح. نعم. انا لا كيما واساش ما طلبش منه السماح ولا قال له انت بصح وغضب، توجه للقضاء ايه مدة 4 ولا 5 سنين. ومن بعد الزوج تاعي زاد للان راهو وصل بهذيك الخطا نتاعو، وصل ل8 عمليات. فهمتي؟ نعم نعم. ومن بعد كي ودا يشارع فيه مرة هكذا ومرة هكذا، حتى للمرة التالية الطبيب هو غلب مولا زوجي. كيفاش صدر الحكم؟ نعم. نعم صدر الحكم لحق الطبيب وليس لحق الزوج تاعك. ايه يعطيك الصحة، صدر الحكم في صالح الطبيب. نعم. ايه هذاك الوقت، من ذاك الوقت نزلنا رفعنا حتى دعوة. نعم. محسوب واش هي الروكا اللي دارني، ماشي هدرت معاكم غير باه محسوب حنا نقولوا القضاء يجي في جهة المريض، ما بقى ما في نطلبوا جهة منه المريض مثل ما قالت قبل قليل غنية من العاصمة. شكرا سليمة من المدية. هذا واقع مؤلم أكيد أنه يتعرض المريض. تخلي رقم الهاتف نعم. تاعها سليمة دكتور يطلب منك تخلي رقم التليفون تاعك نتواصلوا معك بعد نهاية البرنامج. سليمة من المدية. وقضية هذا دكتور لوبلي تاع لي كومبريس كثير سورتو في قضية سهام أيضا من في قسم الولادة. قالت لك تعرضت بعد الولادة القيصرية سهام، تقول بعد الولادة القيصرية نسوي لها 2 كومبريس دكتور لمدة 7 شهور، وهذوك لي كومبريس داخل البطن تاعها. قد كان ما رفعتش الدعوة القضائية، ولكن كي رحت عطت الملف رحت للطبيب هذاك قالوا لها المهم وليدك يسلك. قالت لك هذا شعور غريب شعرت به في قسم الولاده. قالوا لها انت يا تبراي المهم وليدك يسلك. دكتور قالت لك باللي انا يا مثل هذا الجواب مازالني مضروره به حتى الان. على كل حال درت العمليه والحمد لله، ولكن تضررت كثيرا مثل ما تضرر السيد محمد اللي شفناه والسيده زوج سليمه ايضا اللي تضرر من هذا الخطا الطبي. دكتور نحاول ان ننظر في هذه القضايا، واذا كان امكن عندنا الوقت ناخذ مكالمات، والا فبسم الله دكتور. اول قضيه هي آية من العاصمه. قبل ذلك في تعليق خفيف على الاخ محمد. نعم. الاخ محمد نعم. مادام ما كملناش تعليق عليه، الاخ نعم. محمد تعرض لهذا الخطا الطبي والان فقد بصره. نعم. وطبعا هذا البصر نعم دكتور لا يمكن استرجاعه، لا يباع ولا يشترى. هناك نعم. سوق او عيادات تبيع البصر للناس. فقط باش نرفع اصواتنا عاليه نقول للمشرفين على صحه الناس في الاستشفاء في المؤسسات الاستشفائيه العامه او الخاصه، نقول لهم يحذروا. لماذا؟ لابد من مراعاه هذه الاصول الفنيه. نعم. نعم. اكيد القدر موجود، ولكن لابد من اتخاذ الأسباب. اتخاذ الأسباب يعقلها وتوكل، ثم توكل على الله. يعقلها فتوكل على الله. الإنسان يتخذ الأسباب ويحترم الأصول الطبية التي درسها واطلع عليها في مرحلة التحصيل العلمي، ولكن نعم. لابد من إتقان العمل، لأن هناك أخطاء لا تجبر. ماهوش يعني حاجة كاس تكسر ولا لا، هذا صحة، والإنسان يملك صحة واحدة، وليس هناك أسواق ولا دكاكين تبيع لي باس دي طاشين تاع البشر.
واحد راح له يدو خلاص راح له يدو، راح له البصر راح له البصر. لذلك فقط الوجه هذا. مادام الاخ محمد ما رفعش دعوه قضائيه، راه صابر محتسب، وقفت مع والدته وزوجته يعني وجميع افراد عائلته بارك الله فيهم، وداته الى بيتها الحرام، واعتمرت معه واعتمر معها، ولكنه صابر محتسب. ولكن نقول للناس هذا لا يكفي. صحيح الصبر صاحبه ينال الأجر الكبير عند الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هذا لا يتنافى مع تحمل المسؤولية، لا يتنافى مع تحمل المسؤولية بجميع أنواعها. كان مسؤولية أخلاقية، مسؤولية مدنية، مسؤولية جنائية، والنصوص القانونية تنص على ذلك. والشريعة الإسلامية قبل التشريعات القانونية تنص على ذلك، يعني على ضرورة مراعاة هذه الأصول الفنية في العلاج. نعم. آية. نعود إلى آية. بالنسبة للسؤال الأول دكتور يتعلق قالت القسمة الشرعية كما السيدة اللي شفناها في بداية البرنامج. تفضل دكتور. نعم لك الفضل يا آية. يموت مغارم في 2011. نعم يموت مغاري في 2010. نعم. وترك ربيبين، يعني في الحقيقة ربيبين بالنسبة لك هو ولاده. نعم. وترك سيارة وأموال في البنك ومسكن في العاصمة وتراب إلى آخره. والفريضة يعني تم تحرير فريضة من قبل الموثق. وجاء الخبير وقال لك ما دخلش المسكن في الحساب. حنقول يا آية كيفاش يتم. نشرح لك بالعربية ونعودوا بالقبيلية. أولا العملية كيفاش تتم. المرحلة الأولى الموثق هو الذي يحرر فريضة، ينجز فريضة، فريضة شرعية. هنا الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي التركة تؤول إلى الابنين الذكرين. يعني باعتبارهما عصبة بالنفس. هكذا. الآن نروح العمل نتاع الخبير. دائما الخبير يقدم كما يقولوا مشاريع قسمة، بروجي دو بارتاج. يعني مثلا السيارة يقيمها، تتقيم السيارة والأموال اللي في البنك راهي موجودة، والمسكن اللي في العاصمة في الجزائر يتقيم، وكذلك التراب يتكيل إلى آخره. هذا عمل فني يعني عقاري. شرحناه المرة اللي فاتت مع الأستاذ الخبير أحمد بالقايد. هذه خدمة تاع الخبير، هو يقترح يدير لي بروجي دو بارتاج. وممكن هنا الخبير يدير مثلا صورة من صور التخارج. يعني مثلا مقترح أن المسكن بعد تقويمه كما مثلا تقيم 1,200,000 مثلا في العاصمة عنده قيمته، وانت يعطي لك المسكن لك، راكي أرملة ما كاش وين تروحي وكذا، ويعطي لك هذا المسكن. يعني هما يتنازلان عن حصتيهما في المسكن، في مقابل ذلك أنت تتنازلين عن حصتك في الأشياء الأخرى. مثلا في التراب وكذا كما اقترحت في السيارة. هذه صورة مقبولة شرعا وقانونا. ولكن لابد من النيات. لأنه إذا كان واحد من الورثة أختي نجاة بغى يعرقل، لذلك هذه الأمور ما تكفي. لازم خوف ربي، لازم النية، لازم مراعاة بعض الأمور الأخلاقية فيما بين يعني الورثة الذي ربما يتغاضى عنها البعض. نعم ما يكفيش، ماهوش آلة. يعني قبل حين شرحنا الفريضة، شرحناها وبيناها وكذا. عملنا ينتهي هنا، وعمل الخبير يروح ينتقل الميدان ويقيم الممتلكات العقارية وكذا والمنقولات إلى آخره، وبعدين يقدم مشاريع قسمة. ولكن إذا كان ورثة واحد منهم يقدر يعطل المسيرة. وكم من قضية راهي في المحاكم 28 سنة لم تحل بسبب شخص واحد يعرقل. يقولون هكذا. لهذا ربما دكتور تطلب من المجهود يكون مبذول من طرف الورثة. نعم هذه الأمور ما هيش تقنية وفقط. منذ مدة وجيزة ربي يسر حل قضية كانت على مستوى المحاكم على مدار 23 سنة. حلت القضية على مدار ساعة ونصف، يعني ساعة و30 دقيقة حل، يعني بالضبط 90 دقيقة. حلت القضية اللي عندها سنوات طويلة على مستوى المحاكم. ماذا حصل؟ أنه الناس تابوا النيات والصلح خير. قبل الصلح وكان الخبير حاضر وكذا، وتمت القسمة بكل بساطة. والدليل أنهم راحوا للشرع ودولوا المصدر. ضيعوا هذه السنوات الطويلة، بددوا الأوقات، ضيعوا الأعمار، ضيعوا الأموال والأعمال، يعني بلا جدوى.
ولكن نكرر دائما قول الله عز وجل والصلح خير. نعم. درك نوجه رسالة لجميع الخصوم، نقول لهم يا ناس إذا كان ما كانش النية ستظل هذه النزاعات مطروحة، ليس على مستوى بلادنا، على مستوى العالم بإسره. مؤخرا نعم. استقبلنا قضايا من بعض البلدان، نعم. وسنأتي إليها إن شاء الله، لهم طلبوا أن تطرح قضاياهم على مستوى برنامج الصلح خير. نعم. استقبلنا قضية من ليبيا، قضية من ألمانيا، نعم. وقضية من فرنسا، وقضايا كثيرة يعني. نعم. وقضية من تونس. بعض القضايا استقبلناها عبر الهاتف واتصالات، وكل واحد يحكي مشكلته. وطبعا الإنسان هو الإنسان، ولكن سبحان كما يقول الحكيم الإنسان غريب الأطوار، يحب العدالة مظلوما ويبغضها ظالما. إذا كان هذا الإنسان مظلوما يحب العدالة ويتمسك بها، ولكن إذا كان ظالما يبغضها. نعم. ويعرقلها ويعرقل تنفيذ الأحكام من خلال اختراع إشكالات في التنفيذ وأسباب. نعم. لذلك نقول كأم آية أشهد من يغث ولذي الشرعيث أكثر خميني يفان يعني نتري الفريضة خميني 9 الرشاقين دي قوانا ثاوني، ولكن السعد الحق يجوز ذي الشرعية ولا ذي القانون باش تسوي ضخام تصرضي ماني من ذيك الخاماكي وتجد الحقيم ذوين النظام، اما ذوكال اما ذي الطوموبيل ذي السياره، اما ذي كثير من البنكه، اما كان كيما تجد الحقيم ذوين دني غاكا نثني اذجن الحق نسن ذوك خام هكا غتمسفاهمم كميرا كمي السربق كمي ذوك خام نثني ذوين النظام هكا تفضو مس الخير استيكمات استيزط هكا ينفغا والصلح خير ان شاء الله. ما تجا التليفونين ان شاء الله انا عرضين من الزمر يوذم ربي سبحانه اهتدي في ربي ثفرات. بالنسبه للسؤال الثاني دكتور تاع الجد، بالنسبه لسؤال الجد نعم. ايضا انت قالت يعني سنوات، يعني هي قالت قرن يعني طبعا هذا غير ممكن، ولكن على سبيل المبالغة 7 أولاد الله يبارك و7 أبناء و4 بنات إلى آخره. ومادام نتلاقى بك يا الأخت أم آية إن شاء الله نسمع منك هذه المسائل ونعطي لك الجواب، وكذلك نجاوب أيضا في المباشر ليطلع المشاهدون على مضمون هذه القضايا. نعم. أم عماد من العاصمة دكتور التي تكرر طرح القضية. قبل ذلك الأخت غنية من العاصمة. غنية من العاصمة. نعم. قالت نوضح Je ne crois plus à la justice. يا الأخت غنية الله يفتح نعم. عليك، يعني إن شاء الله نكونوا ربي قال في القرآن نعم. لا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم. هذا ربي اللي يقول هكذا. نعم. يعني اليوم في مقدمة اللقاء واش قلنا الأخت غنية؟ قلنا أعطينا دعوة الخير للأطباء والممرضين. نعم. جزاهم الله خير اللي راهم يخدموا الخدمة تاعهم باحترام. ولكن في نفس الوقت ننبه هذوك نعم. الجزارين اسمحوا لي اللي يديروا بعض الاستقبالات السيئه في العيادات نتاع التوليد، يديروا مشاكل كبار مع نساء. نعم. واللي يروح يجي 700 كيلومتر ولا شحال يطلب موعد ويقول عنده موعد ويقول له لا ارجع بعد سمانه ويكري السياره بكذا وكذا وتمرميده هذيك لا. وبعض الناس ماتوا قبل ان تاتي مواعيدهم الطبيه. نعم. كي تشوف واحد مريض يا عجابه قريب يموت ومريض كثير وحالته معقده يقولوا له ارجع بعد عام بعد 7 شهور 8 شهور وبعد ربما شهر او شهرين يموت. يعني وصلت يعني بعض الامور الغريبه تيقولوا خلاص جاء موعده، يقول هذاك الانسان اللي عطته له موعد خلاص راه في القبر. نعم. كمل شغاله مع منكر ونكر وانتهى. نعم. لكن نقولوا هذه هي حالات سلبيه. نعم. ولكن هل هذا يجعلنا باش ننكر الخير اللي موجود في المستشفيات؟ لا. نعم. كاين الخير، وبعضهم ايضا يشتكون هم الاطباء ايضا. يعني اقترح اختي نجاة باش نديروا حلقه ثانيه في الموضوع. نعم. هذا. نعم. لانه الاطباء ايضا لهم صوت مسموع في هذا الباب. احيانا نقص الوسائل الطبيه، اذا ما كاش الوسائل ما كاش وسائل. نعم. ويقول كان اجتهد في حدود الوسائل الموجوده. نعم. الان رانا في استوديو، لو كان ما تكونش هناك وسائل، اذا كان فيها نقص في الوسائل اكيد الاخراج يكون ضعيف. نعم. اذا كان في كاميرا واحده ولا كذا ولا ما كانش وسائل، كيف نطالب بالفريق المشرف على الإخراج وكذا باش يخرج بإتقان؟ نعم. كل شيء بالوسائل، ولكن لابد من الاجتهاد أيضا. نعم. لابد من الاجتهاد. لذلك يا أختي غنية نقول لك، وطبعا أنا عاينت بنفسي موضع النزاع. زرت المكان وأنا أطلقها الآن وأنا مسؤول على كلامي. نعم. أن الأخت غنية في حدود ما أعلم أنها صاحبة حق. إذا أخطأت مستعد باش أعتذر أمام الملايين. نعم. ولكن
في حدود ما أعلم أنها مظلومة وهي صاحبة حق. نعم. هذا واش نقدر نقول بالنسبة لكل المعطيات بإذن التي الله. لديك. والأستاذ نعم. بالقايد جزاه الله خير ونحييه من خلال هذا البرنامج. نعم. ونحيي كذلك بعض الخبراء الذين يعني أعلمونا وبينوا رغبتهم وأعلنوا عن رغبتهم الصادقة في التعاون مع برنامج والصلح خير. نقول لهم جزاكم الله خيرا ومستعدون للمعاينة إن شاء الله يا ربي يسر باش الخصم نتاعك يقبل باش تفرى القضية بسهولة. نوعدك يا أختي غنية والله في نفس اليوم غير تفرى، لأن القضية واضحة جدا بلغة القانون واضحة جدا. نعم. ولكن يا أختي إذا كان الطرف الآخر ما قبلش الجلوس إلى الطاولة ما نقدروش. نعم. نذكر دائما شعار نذكره كثيرا: الحرب تحتاج إلى يد واحدة والسلم يحتاج إلى يدين. نعم. القرة سهال بنادم واحد يزمر يخدم شوال الذي يخدم الفتنة، ولكن باش تضرو ثفراث تضرو ثلويث إلى قسيني فالسن، وباش يتلاقاو الأيدي لازم يتلاقى القلوب مملا ولون أذمل نفسن وربي غادي يفك ثلويث. عماد قبل عماد دكتور نعود إلى قضية سهام لعرض قضية تحافي قسم الولادة دكتور. نعم، هذه مشكلة أخرى تضاف إلى نعم. المشكلة اللي تعود دائما هذه قضية تاع لوبلي تاع لي كومبريس دكتور. يعني هذه ظاهرة في الحقيقة محزنة جدا وهي خطيرة خطيرة جدا. إذا كان نسيان جسم غريب في بطن الإنسان عجب الأعضاء الداخلية حساسة جدا. 5 دقائق إن شاء الله ربي يبارك فيما بقي من الزمن إن شاء الله دكتور. ما دام عندنا حلقة أخرى إن شاء الله. نعم. نجاوبوا على السهام ونجاوبوا كذلك على قالت لك أنا حرت كيفاش تقول لي الحمد لله كي وليدك يعني راهو لاباس عليه. الله يرحم اللي قال قالت ما هذا قال لك الجرح يتغيزي يحلو يراوى اللي يتغيزي يرنو. الجرح اللي يدير الانسان هكذا في جسم الانسان يبرى. نعم. ولكن التجريح بالكلام نعم. هذا مضر جدا. نعم. جدا. لذلك يا اختي سهام ما عنده الحق اللي يقول لك هذا الكلام اطلاقا. هو لازم يخدم خدمته، والمطلوب هو بذل العنايه اللازمه وليس تحقيق الغاية المطلوبة فقط. وأي طبيب ملزم ببذل عناية بتحقيق غاية، ولكن باش يفرط ويهمل هذا لون من ألوان الإهمال والرعونة. نعم. والرعونة وعدم احترام هذه الأصول الفنية للطب لهذه المهنة الشريفة. نقول هؤلاء يتقوا الله. وانت الحمد لله على سلامتك وربي يحفظك ويحفظ كل مريض. بالنسبة للأخت سليمة من المدية ذكرت حكاية زوجها. نعم وهي حكاية طويلة. نعم. حكاية طويلة. مادام وصلت القضية في الخطأ الطبي هذا إلى غاية القضاء وصلت القضاء وصدرت أحكام قضائية. نعم. وهي قالت أن الحكم القضائي الأخير صدر لصالح الطبيب. نحن طبعا نتعجب لتلك المقدمات المفروض لا تنتهي بهذه النتيجة. وربما دكتور هل هناك صعوبة لإثبات الخطأ الطبي؟ هو مسألة الإثبات الدلائل لازم لذلك هذا الموضوع سنناقشه في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم. يعني إثبات الخطأ الطبي كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ نعم. سوف نشرح هذه المسألة إن شاء الله وهذا عنوان الحلقة القادمة. نعم. إثبات الخطأ الطبي. نعم. ثم نزيد نجاوب إن شاء الله. وأتمنى أنه تعطينا كل وثائق يا أختي سليمة باش نطلعوا عليها إن شاء الله باش في الحلقة القادمة نفيد السادة المشاهدين والمشاهدات بمضمون هذه القضية. عماد من العاصمة دكتور نعود إليها. عماد نعم اتصلت نعم هي المتصلة في الحلقة الماضية رقم 4. يعني هؤلاء الله يبارك في المكتب عطونا في كل مرة ينجزون هذه نعم. البطاقة الفنية باش نقول هناك متابعة دقيقة من قبل المكتب جزاهم الله خيرا. خير الحلقة 267. نعم رقم الحلقة 267 وكل المتصلين راهم موجودين هنا. نعم. وبالملخص نتاع القضايا يعني نتبعوا القضايا واحدة في حدود الطاقة والإمكان. مادام الأخت يمينة هي الآن قالت عماد المرة اللي فاتت يمينة. يمينة هاو الخلاصة نتاع القضية نتاعك يا أختي يمينة. مادام قلت الآن قضية فيها استعجال وفيها قوة عمومية تحضر إن شاء الله تعالى نحاولوا باش نديروا أي عمل في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله ونفيدوك في اللقاء القادم بما توصلنا إليه من نتائج.
بارك الله فيك بارك الله دكتور. فيك. شكرا. إذا سنعد حلقة أخرى حول الأخطاء نعم. الطبية، إثبات الخطأ الطبي نعم. أو صعوبة إثبات الخطأ الطبي دكتور. قبل ذلك نذكر أم عماد يمين التي اتصلت بنا في الحلقة الماضية، سنعود للنظر في قضية أم عماد وفي قضايا أخرى. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المعنونة بالمسؤولية الطبية أو الخطأ الطبي، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح، سامح